السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. هافال اتش 6 هايبرد عربية بقى جديدة اتقدمت في السوق المصري عن طريق توكيل غبور، توكيل بقى علامة هافال في مصر، اللي قدمها في فئة واحدة بس بسعر 1,795,000 جنيه مصري. اتش 6 يا جماعة عربية هايلة، عربية أصلا ناجحة في مصر، بس التوكيل بقى كان بينزلها بالبنزين، لكن حاليا بقى في منظومة تانية خالص نزلت للعربية، وهي المنظومة الهايبرد أو الهجين. ارقامها ايه بقى؟ العربيه بقى نزلت بموتورين، واحد فيهم بنزين وواحد كهرباء. بالنسبه للارقام، في الموتور البنزين بيكون 1500 سي سي تربو، 151 حصان، 233 نيوتن. اما المحرك الكهرباء بيكون بقوه 174 حصان وعزم 300 نيوتن. عشان يبقى بقى القوه الاجماليه للهورس باور بتاعتها 244 حصان، والعزم النيوتن بيكون 533. ارقام حلوه جدا، بس طبعا الارقام في العربيات الصيني بتبقى برضه مقفوره شويه. عامه الكلام ده كله بقى هيبان مع تجارب القياده. المنظومه دي كلها متوصله بفتيس دول كلاتش 7 سرعات، وبيكون بقى مع الموتورين دول بطاريه بسعه 1.69 كيلو وات. بالنسبه بقى لارقام الاستهلاك، فالاستهلاك بيتكلم بقى في 5.2 لتر لكل 100 كيلو، والتسارع بيكون في زمن 8 ثواني و4. اما بقى المدى اللي ممكن توصل له في التفويله الواحده، ففي بقى كلام او احصائيات بتقول ان ممكن حضرتك في التفويله الواحده توصل لحد 1000 كيلو متر، وفي بقى احصائيات تانية بتقول ان لا، التفويله الواحده ممكن تمشيك 800 كيلو متر. طبعا ده كله يختلف على حسب اسلوب القياده والاماكن طبعا اللي بتسوق فيها. يعني لو حضرتك بتسوق بقى بسرعات متهوره والكلام ده كله، فهتلاقي التفويل مش هيديك 800، ممكن يبقى اقل من 800، وكمان لو في طرق مزدحمه. اما بقى لو بتسوق سواقه هاديه وفي طرق سريعه، ممكن بقى التفويل فعلا يوصل ل 1000 او اقل من كده، حاجه بسيطه. من ناحيه المواصفه، فالعربيه اس يو في كومباكت، بتتقدم بقى بطول 4 متر و68 سم، وعرض متر و88 سم، وطول قاعده عجلات 2 متر و73 سم. العربيه بقى واسعه من جوه، مع خروج ارضي 17 سم، عربيه عاليه عن الارض. من ناحيه تصميم العربيه، فتصميم العربيه شكلها بقى اشيك بكتير جدا من التصميم القديم او الموديل اللي قبل كده، الموديل اللي كان فيه الموتور بنزين. بس هو بقى يعتبر الواجهه دي برضو شكلها قريبه منها شويه، بس هي شكلها اشيك. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الخطوط الصغيره اللي في الشبكه القدامانيه بقت اصغر من الشبكه او من الخطوط اللي كانت موجوده في الشبكه القديمه. وكمان بقى في خطوط كده انسيابيه، يعتبر غارزه جوه ايه الاكسدام من على الجنبين. شكلها شيك جدا بصراحه، وهجومي ورياضي وعصري. العربيه شكلها من قدام مميز، لكن بالنسبه لشكل الجنب زي ما هو، وشكل برضو الظهر زي ما هو. التجهيزات اللي نازله في العربيه بقى، هتلاقي فيه كاميرا اماميه عشان بقى تكون مع الكاميرات اللي في المرايات ومع الكاميرا الخلفيه، منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه. فيها كمان حسات امامي وخلفي. المرايات فيها اشارات جانبيه، وفيها خاصيه مراقبه النقطه العمياء، وفيها كمان ضم واغلاق مع قفل وفتح العربيه، وفيها كاميرا في كل مرايه. والابواب بيكون فيها بصمه. وبالنسبه للجلود، فبتكون الجلود رياضيه بمقاس 19 بوصه بنقشه رياضيه شيك جدا. منظومه الاناره بتكون كلها ال اي دي. الفوانيس اللي قدام شكلها شيك جدا، والفوانيس اللي ورا بقى فوانيس برضو شكلها شيك، واصل بينها بقى لايت بار نفس الستايل اللي موجود في الموديل القديم. موجود طبعا كاميرا خلفيه، وموجود حسات رجل خلفيه، وكمان موجود فتحه سقف بانوراما. وبالنسبه للشنطه، فبتكون مساحتها 407 لتر، مساحه حلوه جدا بالنسبه للعربيه اس يو في، مع كمان ان حضرتك تقدر تطوي الكنبه الخلفيه عشان توصل المساحه دي لحوالي 1000 لتر. بالنسبه بقى لداخليه العربيه، فالماتريال بتاعها حلو جدا، زي برضو الماتريال اللي كان موجود في النسخه اللي قبل كده. الابواب فيه تطعيمات من الجلد، وفي بقى كمان فرش جلد في الكراسي والكنبه، وهنلاقي مثلا يد مع كاب هولدرز في الكنبه. هنلاقي مساحات واسعه للرجلين وللراس، فتحات تكييف خلفيه في الكونسول الوسطي، وقدام بقى نلاقي فرامل يد مع كاب هولدرز مع مسند يد، مع كمان بقره كده للفتيس الدول كلاتش، شكلها شيك جدا. تابلوه السائق شيك جدا، فيه بقى تكييف دول زون. وفي كمان بقى انفوتينمنت سيستم عباره عن شاشه وسطيه 12.3 بوصه، فيها بقى ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ولوحه عدادات مقاس 10 وربع بوصه، ونظام صوتي 8 سماعات، وشاحن وايرلس، وامبينت لايت او اضواء محيطيه. ولا بقى مخرج يو اس بي مع مخرج 12 فولت، مع رف شيك جدا كده تحت الكونسول الوسطي. ومن ضمن بقى الاوبشن الحلو جدا انك تقدر تحرك كرسي السائق في 8 اتجاهات كهربائيا، وكرسي الراكب الامامي في 4 اتجاهات كهربائيا. يعتبر اصلا داخليه العربيه ما اتغيرتش كتير عن النسخه البنزين. واصلا هافال من ضمن بقى البراندات الصينيه القليله جدا اللي بتهتم اصلا بالماتريال من زمان. يعني في براندات دلوقتي بقت بتهتم بالماتريال، لكن هافال بقى من ساعه ما اتعملت وهي بتهتم اصلا بالماتريال بتاعها، بيبقى شيك جدا من جوه. وفي كمان اوبشن كتير جدا للعربيه من جوه، كماليات حلوه، وكمان تجهيزات من بره برده جميله جدا. من ناحيه بقى عوامل الامان والسلامه، فالعربيه بيجي فيها 6 ايرباج، وانظمه فرامل اي بي اس واي بي دي واي اس بي، وفيها تحذير مغادره المسار، وفيها كمان تحذير اصطدام امامي وخلفي، مساعده صعود المرتفعات، ومساعده النزول من المنحدرات، مثبت سرعه تكيفي، اوتو هولد، كاميرات 360 درجه اللي هي عباره عن كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه وكاميرا في كل مرايه. فيها كمان مراقبه ضغط الاطارات، مراقبه النقطه العمياء، فيها منع انزلاق اللي هو تي سي اس،
فيها بقى باكج جامد جدا من عوامل الامان والسلامه زي ما هافال معودانا. هافال اتش 6 اصلا عربيه جميله جدا في النسخه البنزين، حتى عربيه برضو بتديك امكانيات جامده جدا مع شكل رائع، شكل هجومي كده وعصري. اما التسعير فيعتبر تسعيرها بقى قريب من العربيات اللي موجوده دلوقتي. احنا مثلا دلوقتي لما نيجي نقارنها مثلا بهيونداي توسان او كيا سبورتاج او كمان بقى كي جي ام توريس، فالعربيه دي يعتبر قريبه جدا منهم في الاوبشن، وسعرها كمان ارخص منهم. الحاجات دي كلها بقى دخلت في ال 2 مليون وازيد كمان. ده كمان بقى هنا حضرتك بتتكلم في منظومه هايبرد، يعني بقى استهلاك البنزين اقل منهم كمان. العربيه حلوه ومش وحشه من ناحيه التسعير. في نهايه الفيديو بقى قول لنا ايه رايك في العربيه، وهل من وجهه نظرك هتنجح ولا صعب؟ ولو عجبك بقى الفيديو ده عامله بلايك وشير وسبسكرايب، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.